بطريقه فظيعه فظيعه. كنا بنتفتش من يعني كل حاجه اتفتشت فينا. غير كده وكده لما جينا طلعنا كمان حتى اللجنه في طلعوا قعدوا يقولوا اللي معاه جهاز موبايل اللي معاه بعديها اجهزه قعدت يعني يعملوها علينا حتى واحنا في اللجنه. هو الامتحان كل حاجه فيه حلوه والاسئله جايه مباشره وكل حاجه، بس المشكله ان هو بياخد عايز وقت اكتر شويه عشان حتى ان احنا نلحق نفكر او يعني نكمل اللي احنا بنعمله في الامتحان. وبعدين في حاجه كمان، المفروض ان المراقبين فيزياء المفروض اصلا ان المراقبين كمان اللي واقفين علينا يهيئوا لنا الجو. في مراقبين بيدخلوا يقعدوا يوترونا ويقول لنا انت ناقص لك نص ساعه ونص مش عارفه ايه وربع وخلاص انا قربت الم الورق، والمفروض اخر 5 دقائق انا هشد منك الاجابه ورقه الاجابه. انا واحده من حاجات بره المنهج؟ لا مفيش حاجات بره المنهج، كل حاجه من جوه المنهج. انا بتكلم على اساس طلبه علم وطلبه ادبي. الادبي ايا كان سهل. لما نشوف طلبه علم اللي عندهم النهارده فيزياء، الفيزياء منيله ب 60 نيله. يعني الطالب بتاع فيزياء من 60 درجه وبيتساوى مع بتاع الفلسفه والمنطق وعلم النفس والكلام ده. ازاي طالب عنده 60 درجه من الفيزياء ماده كتيره، وزي الرياضيات اللي بيمتحنوا 4 ايام في الاسبوع 4 ايام في الامتحانات كلها، وبيتساوى مع طالب هيجيب 60 درجه في التاريخ ولا الجغرافيا ولا الفلسفه. ارحمنا، حرام عليك ارحمنا، مش هم يسربوا في الامتحان